اكبر متكبر لقيته في حياتي. ما كاينش شي واحد البارح ما طلعش ستوري ولا شي تصويره تاع فادي جمالي كتقول بان زياش معاه، وكتقول في ستوري باللي زياش هو اكبر متكبر عرفاتو في حياتها، واللي اغرب من هادشي كتقول بانها تلاقات معاه 2 تاع المرات في ليله وحده. انا تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي. هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات وإليتي اكوتي دونك قلت ليه يلا قلت ليه هاي كيخنزر مي فريمون سيد il est pas normal عند واحد المغربي كيما هادشي اللي خلى بزاف تاع الناس يلوحوا تصاور ويقولوا بان فاتي هي اللي تبعات زياش المره الثانيه، تبعاتو حيت بقات ليها ديك القمعه تاع المره الاولى هنايا. هادشي كله وقع في الامارات، في المره الاولى غادي تلاقاو في واحد المول والمره الثانيه غادي تلاقاو في الدخله تاع لوتيل. واي واحد جاب دوك الصوريات كيبان ليه بان فادي جمالي حاقد على زياش من داكشي اللي دار لها. فهاد الفيديو هذا غادي نحاولوا بيناتنا نحلوا اش وقع بيناتهم، واي واحد يمكن ليه يعطي الراي تاعو في الكومونتير. زياش السيمانه اللي فات كان في تركيا من بعد ما لعب 2 تاع الماتشات وماركا 2 تاع البيوتا. والفرقه الاخرى اللي كان لعب ضدها زياش وماركا عليها البيت واحد الفرقه سميتها بانديك سبور. قرر انه خاص يرتاح شويه والوجهه تاعو كانت هي الامارات. غادي يدير واحد الرحله من تركيا للامارات وكان مقرر انه غادي يريح الحد والاثنين والثلاث يرجع في حاله. قال باللي خاص يرتاح مزيان هاد اليومين من بعد خاص يرجع للونطرينمون. غادي يهبط في واحد لوتيل في الامارات اللي كان داير تقريبا 1100 دولار الليله. فهاد الوقيته بالضبط فادي جمالي حتى هي كانت في الامارات مع شي صحاباتها مصريات، بقات مريحه مع صحاباتها المصريات حتى لواحد اللحظه غادي يتم ديز من حداهم زياش. مع شافتو غتقول ليه هاي زياش غادي يجوف فيها وغادي يخنزر، ما دوا معاه ما حتى شي حاجه، ديك الجوفه اللي شاف فيها خنزر وزاد في حاله. يلا قلت ليه هاي كيخنزر مي فريمون سيد il est pas normal عند واحد المغربي كيما. في نفس الوقت فاتي كتقول بان شي مغاربه كانوا تابعين زياش وزياش ما دواش معاهم غير مخنزر وطلع عليه الدم. المصدر الوحيد تاع هادشي هو السطوريات، ولكن الا كان هادشي بصح علاش زياش غادي يكون تصرف بديك الطريقه؟ كما كنشوفوا بزاف تاع الفيديوهات وكنعرفوا بان زياش كيتعامل مزيان مع الناس، كيتعامل مزيان مع لي فان، فاش كتكون عنده وقيته كيتصور معاهم. والفيديو اللي كنتشر مده طويله هادي تاع واحد الدري صغير ودخل وسط التيران ومشى كيجري عند زياش مشى عنده عنقو وكاع الناس اللي كانوا تماك عجبهم هاد التصرف. من بعد غادي يبقى معنقو وغادي يقول ليه سير ريح تماك انا غادي نسالي الماتش وغنجي ندوي معاك. يعني كاع هاد الفيديوهات اللي كنشوفو كيدورو في السوشيال ميديا كيبان بان زياش كيتعامل مع الناس مزيان. ولا كان هادشي بصح يعني الاحتمال الوحيد علاش زياش دار داك التصرف هو انه كان طالع عليه الدم، ما راش قاش ليه يدوي مع حتى شي واحد، داكشي علاش دار بحال هكاك. يعني راه عادي حتى هو بنادم، مره كتكون راشق ليه يدوي مع الناس، مره ما تيكون حامل يدوي مع حتى شي واحد بغى يمشي في حاله. واللي احتمال تيقولوا بزاف الناس واللي كيدور في الكومونتير هو ان زياش كيعرف فاتي جمالي. هادشي اللي خلى الاف تاع الترولات يطلعوا على هذا الموضوع في فيسبوك وما كيجبدوش زياش وفاتي، كيجبدوا حتى البنج. البرنامج اللي كندس في اخر رمضان تاع كاميرا خفيه تاع فاصل ونواصل، البرنامج يعجب الناس وقبض واحد الشهره مؤخرا، ولكن الحلقه الوحيده اللي كانت شهرت وجابت ملايين المشاهدات هي الحلقه تاع البنج. شنو لا جيت مع الطلاوي مي ما غاديش ضيفه ثانيه ديال السيد. كيفاش ضيفه ثانيه؟ لا انا بغيت ندير ضيف مفاجاه ما كنعرفوش ما نقدرش. انا مأكد باللي اي واحد دابا كيجي يتفرج في هذه الحلقه فاش كتبان بان فاتي هي الاولى اللي قمعت البنج، كان بغى يسلم عليها ودارت راسها بانها شافته وما بغاتش. مؤخرا مجموعه من الاعمال، مرحبا بك. شكرا، مبارك عواشركم ان شاء الله بالصحه والعافيه. يخليك. معايا الرابور المغربي البنج، انتم في دومين واحد. شنو شناهي درت دومين ديال الموسيقى؟ لا ماشي بحال السيده كدير الموسيقى كوب عفاك كدير الموسيقى. من بعد هادشي ما غاتسرش ليه وغادي يبدا قمعه مورا قمعه. نطلع عليك اسانسور ان شاء الله يهديك. خويا ما كنعرفكش علاش كتضحك عليا؟ انا ما عرفتكش. لا حيت قله الاداب. حيدي بحال كورونا مسافه الامان، حيدي بحال مراد اخر مره تعيط ليش بحال. وحتى فاش قالوا لي بان غير كاميرا خفيه كيبان بان البنج ما دواش مع فاتي كاع وسط البرنامج. يعني الحاجه اللي عاديه باش غادي يقولوا لي راهي كاميرا خفيه هادي غادي يسلم عليها وبدا كيدوي معاها، ولكن البنج كاع داكشي اللي صوروا في الاخر كيبان بان ما دواش معاها كاع. وصاحبي وعزيز عليا وكنعتبرو نجم من نجوم في الراب. شكرا بزاف، تحيه للبنج وسمع لينا بزاف. غادي نرجعوا للموضوع الاساسي تاعنا. فاتي في ديك الليله بالضبط غادي تعاود تلاقى مع زياش، غادي يدوز من حداها. الحاجه اللي باينه ولا انسان طبيعي غادي تجي راه مشيتي عند واحد السيد خنزر فيك، يعني واخا يدوز من حداك ما تبقاش تدوي معاه، غادي تعرفوا بلي واقع عليه شي مشكل مع راسو، يعني غتخليه على خاطرو ما غدويش معاه. فاتي هاد المره باش غادي يعاود يدوز من حداها زياش غتقول ليه اتس نوت نايس، يعني غتقول ليه بلي داكشي اللي درتي قبيله في المول راه ما مزيانش. دابا داخله لوتيل شفت حتى الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس.
تكون الفورمولا في الزياج اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع زياج هنا غادي يجاوبو وغتقول لها فاك يو وغتجاوبو حتى هي وغتقول ليه فاك يو تو. انا باش ما غادي ترضاش وغتبدا كتلوح ستوريات وغتعاود لهم اش وقع ليها مع زياج. اول حاجه غتقول لهم بلي تلاقيت اليوم مع اكبر متكبر شفتو في حياتي. في الاول ما غتذكر سميتو، غتقول بلي هذا غير لعاب تاع المنتخب الوطني، لعاب مغربي. حتى واحد من دوك الناس يكونوا كيتفرجوا ما كانوا موقعين انها غتقول السميه تاعو، ولكن في الاخر تاع الستوري غتقول سميتو. البنات تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي، هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات وإل إيتي أكوتي دونك فوتبولور في الزياج اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه. هاد ستوريات هادو غادي تبارطاجيو بواحد الطريقه ماشي عاديه في فيسبوك، حتى ولاو في واحد اللحظه غير هما اللي كيطلعوا. ستوريات فاش دارتهم بعد مده غادي تمسحهم حيت بارطاجيو بواحد الشكل ماشي عادي وكلشي مطلع عليها. كاع الناس اللي كيكومونتيو كيبانوا بانهم اللي كومونتير تاعهم هما مع زياج. من بعد هادشي غادي دير واحد ستوري اخر وغتبدا كدوي على زياج وغتقول ليه باللي انت متكبر وداك التكبر تاعك وداك الغرور غادي يخرج عليك. واي واحد جاب دوك الستوريات كيقول بانها كدوي على زياج وكتبان بانها حاقده عليه. قالت ليه باللي راه كانوا لعابه اكثر منك في الفلوس ملايريه وفي الاخر ما بقى عندهم حتى شي حاجه. واي واحد فاش غادي يسمع الهضرات غتجي غريبه، غادي يقول علاش كتجبد الفلوس. واخر ستوري غادي تدخل صحاباتها المصريين حتى هما غيبداو كيدويو، غادي يعطيو الراي تاعهم حتى هما غادي يقولوا بلي ما عمرنا ما شفنا شي متكبر بحال زياج. وفي الاخر الفيديو قالوا راه محمد صلاح احسن منه مشهور عليه وما عمره ما تعامل مع الناس بحال هكا.